السلام عليكم ورحمة الله. معاكم زيكا وليالي دوري الأبطال عدد من جديد. الواحد بيحس كده بفرحة ونشوة غير طبيعية كده أما بيسمع سيرة دوري الأبطال. ونخش بقى إيه في دور ال 16 والمباريات النارية تكتمل وتكمل معانا. عندك في المباريات النارية أول مباراة ما بين ليفربول وباريس سان جيرمان، وليفربول بيلعب في الانفيلد وسط جمهوره، وحصل كده حبه حاجات. المختصر المفيد اتعمل معاه الجلاشه واتعمل عليه ماتش تاريخي. ولكن يعني انا بحب جدا الفرقه ديت، الفرقه اللي تاخد بص في الماتش على عينها رايح جاي، مفيش دقيقه ما خدش فيه ليفربول على عيني. ولكن النتيجه بتقول ايه؟ 1-0 ليفربول في قلب ملعب باريس. والتاريخ مش بيفتكر الاداء الحلو، التاريخ بيفتكر النتيجه. عشان ليفربول يكسر السلسله اللا هزيمه بتاعت باريس سان جيرمان، وهي 22 ماتش على التوالي. ليفربول كده بالصلاه على النبي دخل كسر الرقم ده. وعمل ايه؟ كسب في الدقيقه 87، يعني في اخر الماتش، يعني قوه شخصيه، يعني شخصيه بطل. رغم ان اللي شاف الماتش كان عارف ويقول ان النتيجه دي حرام تحصل لليفربول. حتى ارن سلوت ذات نفسه قال لك احنا كنا محظوظين جدا 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 ان احنا كسبنا ايه الماتش ده. فدلوقتي ليفربول هتستقبل باريس سان جيرمان في قلب ملعب الانفيلد، في قلب جحيم الانفيلد. ولكن باريس سان جيرمان لو لعب بنفس الاداء اللي لعب بيه في ماتش الذهاب، والحظ كان معاه واليسون ما كانش في يومه، يعني اليسون في الماتش اللي فات كان في يومه بزيادتين ثلاثه، عمل حرفيا احسن ماتش في تاريخه دوت على لسانه هو، فما بالك بقى على لسان العامه. فباريس سان جيرمان لو لعب بنفس الاداء واليسون ما كانش في يومه، ومش بعيد باريس سان جيرمان تعمل ريمونتادا على ليفربول في قلب ملعب الانفيلد. ولكن خلينا واقعيين شويه ونشوف مين اللي ممكن يتاهل في الماتش دوت. اصل هي هتبقى صعبه الصراحه، هتبقى صعبه جدا. اعتقد ان التاهل هيروح لباريس سان جيرمان على ارض ليفربول في قلب جحيم الانفيلد، ده توقعي الشخصي. وده توقع متفائل شويه عشان انا اصلا بشجع باريس سان جيرمان يا جدعان. فنفسي والله العظيم بقالي 13 سنه عمال اشوف الفرقه ديت وهي عماله تخرج من دوري الابطال لحد اما الواحد جدته نحست. نفسي يا جدعان اشوفكم بتكسبوا، نفسي اشوف لكم شخصيه يا جدعان، وحياه ربنا الواحد يتمناها، يعني الواحد يتمناها. ولكن لازم باريس سان جيرمان تشوف لها حارس بنص قيمه اليسون، بس عشان ايه حياتها تبقى سالكه كده وتكسب بطولات. لان اللي حصل الماتش اللي فات ان دوناروما اتشاط عليه هي كره واحده فقط ما بين الثلاث خشبات، والكره الوحيده اللي ما صدهاش، يعني هي الكره الواحده اللي اتشاطت ودخلت في جول، فحاجه منتهى العهر دوت بالنسبه لتوقعات اول ماتش. واهم حاجه توقعاتكم انتوا، انا مستنيها ونقعد نتناقش كده في التعليقات ونتخانق مع بعض. نخش بقى على الماتش النهائيه التاليه اللي عندك ما بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد. واعتقد ان الماتش دوت شبه محسوب بنسبه 85% 90%. ريال مدريد يا جدعان لا احد يضاهي ريال مدريد في ريال الابطال. هات لي اجعصها فرقه في هذا الوقت مش هتسد قدام ريال مدريد. ريال مدريد في دوري الابطال وخاصه في الادوار الاقصائيه بيبقى وحش، مفيش حد بيعرف يقف قدامه. ريال مدريد هو اللي هيتأهل على حساب اتلتيكو مدريد بنسبة 90%. بقى المباراة الثالثة النارية، يعني هي مش نارية قوي الصراحة، يعني ما بين البافاري العملاق وباير ليفركوزن اللي لسه بيحاول يبقى عملاق، اللي لسه بيكبر. باير ليفركوزن انا كنت متنبأ له ان هو اللي هيصعد على قفا البايرن، ولكن الراجل خسر 3-0 على ارضه. يعني نو واي ان هو يعمل ريمونتادا على ارض البايرن، يعني مش لوجيك اطلاقا. بايرن ميونخ متاهل لدور الثمانيه، وبكده احنا عندنا اقوى الماتشات اللي متاهل فيها مين؟ باريس سان جيرمان، ريال مدريد، بايرن ميونخ. دول كده الثلاث ماتشات الجامدين. تعال بقى نخش للماتشات اللي اقل جموديه. انت عندك برشلونه عمل اداء جامد فشخ، على الرغم ان هو كان مطرود منه واحد قاعد يلعب 70 دقيقه، وهو مطرود منه واحد والراجل بيكمل عادي، بل وكسب في اخر دقيقه. وانا بالنسبه لي اللي بيكسب في اخر دقيقه ده يا جدعان عنده شخصيه حلوه، شخصيه بطل، شخصيه تقيله فشخ. برشلونه هيعملها وهيعدي بنفيكا دوت بنسبه 95%. بقى في حبه الماتشات اللذيذه كده ما بين ليل وبروسيا دورتموند مثلا، فليل عمل نتيجه فوق الايجابيه ان هو يتعادل مع بروسيا دورتموند في قلب المانيا. الراجل اتعادل معاها في بلدها، ما بالك بقى هو هنا هيجي في فرنسا هيعمل معاهم ايه. فاعتقد ان ليل هيعدي على الرغم من الخبره الكبيره لبروسيا دورتموند، ولكن الخبره الكبيره ما اسعفتهوش قدام يعني النادي الفرنسي. بالنسبه للارسنال فانا مكسوف اتكلم والله، الراجل كسبان 7 على ارضهم، على ارض هولندا الراجل كسبان 7. ما بالك هيعمل فيهم ايه في انجلترا اللي هو حاجه عهري يعني. يلا اللي بعده. ايه اللي بعده؟ الانتر وفاينورد برضو بالنسبه لي نفس قصه ارسنال وبي اس في.
يعني الانتر كسبان طبعا. برضه لاخر ماتش واستون فيلا قدام كلوب بروج، وكلوب بروج يعني هي كويس جدا جدا ان هي وصلت المرحله دي، فوقتك معانا انتهى، فباي باي كلوب بروج. وتتأهل استون فيلا الى الدور الثمانية. بكده المتأهلين هيبقى 2 من الدوري الاسباني برشلونة وريال مدريد، و2 من الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان وريل، و2 من الدوري الانجليزي استون فيلا وارسنال، هي فرقه واحده بس من المانيا الا وهي البايرن، وفرقه واحده برضو من ايطاليا الا وهي انتر ميلان. وبس كده، دي توقعاتي، واهم حاجه توقعاتكم انتوا عايز اعرفها في الكومنتات. وبس، واخيرا ولا ساخرا كان معكم زيكا. لو لسه مش عامل لي سبسكرايب اعمل لي سبسكرايب حالا. لو مش مفعل الجرس طبعا لازم تفعل الجرس. لو ما عملتش لايك فانت مزعلني جامد قوي. اعمل لايك وفعل الجرس لو عجبك الفيديو. لو ما عجبكش الفيديو اعمل برضو لايك، والفيديو اللي جاي انا متاكد هيعجبك. لو مش عندي على الفيسبوك تعالى عندي على الفيسبوك، هتشوف هناك كل جديد، هتشوف ستوريات ومقالات وبوستات، هتشوف حاجات هناك هتتبسط بيها قوي. ها تعالى وسلام.